السلام عليكم. أولا الشكر موصول لمؤسسة قائد الكبير والزعيم عبد الرحيم بوعبيد على هذه الدعوة لتأطير هذا الحوار. الشكر موصول أيضا إلى السادة الأساتذة حاضرين معنا، أستاذة قجمولة والسيد بشير، أستاذة حسناء. الشكر أيضا موصول إلى السي محمد الأشعري رئيس هذه المؤسسة الذي شرفنا بالدعوة للحضور والمشاركة. وصعب جدا أن نفتح النقاش أمام هذه الأوجه المتعددة وأمام هذه القامات العلمية والمختصة. أجد نفسي طبعا محرج أن أتحدث في قضية أدرك جيدا أن هؤلاء الحاضرين والحاضرات يعرفن العديد من الخبايا أكثر مني، ولكن اليوم كيف قال السي محمد الأشعري، نحن أمام مرحلة تاريخية فاصلة. هذه المرحلة تقتضي منا طرح الأسئلة أكثر من الأجوبة. نحن نتحدث عن رهانات الحكم الذاتي، وأظن على أنه عبر مسار طويل امتد لمدة 50 سنة يجب أن نغلق هذا القوس، وأن نطرح الأسئلة الجوهرية حول ماذا نريد. اليوم نحن أمام قرار دولي معين. هذا القرار أعطانا واحد الخروج من مأزق معين لنزاع لن نعود لتفاصيله الكثيرة والكبيرة، والتي يوجد فيها أكثر من شيطان هنا وهناك. اليوم المفروض أننا بعد هذه الفرحة العارمة التي عمت عموم المغاربة أن نتوقف لنتوجس. طبعا هذا التوجس هو صحي، وهو ظاهرة صحية، لأنه يجعلنا نسائل الفرح نفسه. لماذا فرحنا؟ هل لأن هذا القوس قد أغلق؟ هل لأن هذه القضية قد انتهت بصفة نهائية؟ طبعا لا. اليوم نحن بدأنا مسيرة أخرى. هذه المسيرة تقتضي منا اليقظة والمزيد من الحذر، تقتضي منا أن نطرح الأسئلة أكثر من الأجوبة، تقتضي منا أن نفكر ماذا نريد وأي حكم ذاتي نريد. اليوم ونحن نرى طبعا النقاش هو ظاهرة صحية، الاختلاف مطلوب حتى مع هؤلاء الذين يتحدثون بلغة قد لا تعجب البعض. الانتقاد مطلوب، طرح الأسئلة الصعبة مطلوب. لما هو مطلوب؟ هو التخوين. لما هو مطلوب؟ هو القطع مع الأفكار المسبقة التي كانت مطروحة في الخطاب السياسي حتى لدى المثقف. عندما أقول المثقف أقصد جميع المثقفين المغاربة الذين يعتبرون، بعض منهم يعتبر نفسه خبيرا في هذه القضية، وأنا أقول على أنه لا يوجد خبير في قضية الصحراء. وإذا كان هناك خبير فعلا في هذه القضية فأهل مكة أدرى بشعابها. الموضوع يتعلق بنا كاملين كمغاربة، ولكن نحن ندرك هوية المنطقة، سوسيولوجية المنطقة، ثقافة المنطقة، طريقة تفكير المنطقة. هذه كلها أمور تساعد على الحل، وإذا فهمنا ميكانيزمات هذه الأمور كاملة قد يسهل علينا حل المشكل منذ أمد بعيد. وقد أكاد أجزم أن هذا الفهم لو كان حصل في سنوات بعيدة لما حدث المشكل أصلا. ولكن لن نعود للتباكي، ولن نعود لنحمل هذا الطرف أو ذاك المسؤولية. نحن اليوم أمام واقع نريد أن نقطع معه، نريد أن نهذب الخطاب، نريد أن نغير العقليات، نريد أن نرتقي بالنقاش إلى مستوى الفهم الحقيقي، ونريد لكل من يتحدث بجرأة وصراحة ويطرح أسئلة تبدو للآخر مخيفة أو مزعجة. هذه الأسئلة مطلوبة في هذه المرحلة.
ومطلوب منا نجاوبوا عليها، ومطلوب منا نتعاملوا معها بتفهم وبتعقل لكي نستطيع فك رموز ماذا نريد. راه كنقولها وكنأكدها على أننا اليوم بدينا المرحلة، بدينا المسير ونحن أمام حكم ذاتي لا نعرف تفاصيله الحقيقية، لا نعرف مجموعة من الأسئلة اللي قد تطرح فيه، لا نعرف أي حكم ذاتي سنعطي لهذه المنطقة. يعني كل هذه الأمور مطروحة اليوم علينا، ويجب أن نناقشها بكل تروي وبكل تعقل وبكل حرية وبكل ديمقراطية. كما قال الحسن الثاني رحمه الله: الخير كله يأتي من الصحراء والشر يأتي من الصحراء. وأظن على أن هذا الخيار المطروح اليوم قد يفتح مجالا كبيرا أمام ديمقراطية الوطن كله، ديمقراطية الديمقراطية التي نريدها لهذا الوطن العريق، لهذا الوطن الكبير، نريد له ديمقراطية تليق به. وهذه الديمقراطية قد تأتي من الجنوب، قد تأتي من هذا الحكم الذاتي الذي سيغير مجموعة من المفاهيم حتى داخل طبيعة الدولة وتركيبة الدولة. كل هذه الأسئلة هذه مطروحة علينا. إذن إلا بغينا نتكلموا خاصنا مجموعة من الحوايج نفهموها. أولا خاصنا نتعاملوا مع مجموعة من الأسئلة معلقة. اليوم عندنا نرقاو كما قلت بالخطاب السياسي، إشراك المثقفين كلهم، إشراك الفاعلين السياسيين، إشراك الشباب، إشراكنا كل شيء في النقاش. وهذا الإشراك هذا يجب أن يكون الاستماع له استماعا حقيقيا ومفهوما لمعرفة أبعاد ورهانات هذا الخيار المطروح علينا الآن. أسئلة مطروحة. هذا الخيار موجه لمن؟ موجه لإخواننا الموجودين في مخيمات تندوف والحمادة، موجه للساكنة الموجودة اليوم فوق الصحراء المغربية. هذا المزج بين ثقافات مختلفة، بين رهانات مختلفة، بين أبعاد تاريخية وسياسية وفكرية مختلفة، كيف يمكن المزج بين كل هذه الثقافات؟ هذه مطروحة. الأرضية التي سيتم يعني الإعداد لها داخل المنطقة، كل هذه الأسئلة. نتكلم على الأرضية، كنتكلم على الأرضية الثقافية، الأرضية السياسية، الأرضية الاجتماعية. كل هذه الأسئلة مطروحة علينا اليوماتية، ويجب علينا أن نفكر بكل عمق وبدون خوف. احنا داخل مؤسسة لزعيم تاريخي قال في فترة تاريخية لا للاستفتاء في زمن لم يكن أحد يستطيع أن يقول فيه لا. أظن على أن المغرب منذ تلك الفترة إلى الآن تطور بشكل لا يمكن لجاحد أن ينكره. نستطيع اليوم أن نرفع علاءات كثيرة، ونحتاج داخل هذا الوطن ليس فقط في هذا الملف الذي بين أيدينا، ولكن في ملفات كثيرة وفي السياسات العمومية أن نستمع لمن يقول لا، لأن هذه اللاءات التي ترفع في مجالات كثيرة تعيد طرح أسئلة. هذه الأسئلة هي التي تفك مجموعة من الرموز التي لا زالت إلى الآن لم تفك. داخل الحكم الذاتي ما هي الإشكالات التي ستواجهنا؟ داخل الحكم الذاتي أي نخبة نريد؟ داخل الحكم الذاتي أي سياق نريد؟ داخل الحكم الذاتي بأي آلية نريدها؟ كل هذه الأسئلة مطلوب منا نناقشها اليوماتية. وكنظن على أنه معنا من الأطر اليوم التي تنتمي لهذه المناطق ما يجعل النقاش داخل هذه المؤسسة نقاشا علميا حقيقيا. نتمنى أن نستمع إليه وأن ننصت لكل الأصوات التي نتفق معها والتي أيضا نختلف معها. الاختلاف مطلوب، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. كلها عنده رؤيته، كلها عنده نظرته، ولكن نلتقي عند نقطة واحدة، هو أننا نريد مغربا موحدا، مغربا قويا، مغربا ديمقراطيا. نريد أن ننهي هذا النزاع، نريد أن نخرج من هذا المأزق
التاريخي الذي عشناه لمدة 50 سنة، وأن نغلق دفة هذا الملف. كيف سنغلقها؟ بأي طرق، بأي وسائل، لكي يعني نتفرغ لرهانات أخرى عطلها على مدار سنوات طويلة هذا الملف، وخلق حالة من الشتات بين الإخوة وأبناء العمومة. حان الوقت لكي نجمع هذا الشمل، وحان الوقت أيضا لكي نرتقي بالخطاب السياسي، ولكي يعني نودع تلك المصطلحات التي كانت شائعة. وحان الوقت أيضا لكي نفتح مجالا ديمقراطيا يغري الآخر. هذا المجال الديمقراطي الذي يغري الآخر لن يكون إلا إذا كان النقاش ديمقراطيا، إلا إذا كان النقاش مرتفعا، إلا إذا كان المجال الاقتصادي يجد فيه الشباب وتجد فيه النساء ويجد فيه كل شخص كرامته وحريته داخل مجتمع ديمقراطي يعكس روح المواطنة. نحن نعرف على أن المجتمع الصحراوي مجتمع معقد، مجتمع يجب أن ينتقل من فكر المبني على التصورات القبلية الضيقة التي أضاعت الكثير من السنوات إلى مجتمع مدني يتفاعل ويرتقي إلى روح المواطنة. نحن هنا كنا على مدار هذه الطاولة ننتمي إلى قبائل، كل واحد منه يظن على أنه هو الموجود وهو السيد. هذا النقاش اليوم نحن ما بغينا. نحن كنا فوق هذه الطاولة مغاربة صحراويين، نقولها بكل حرية، نختلف، لا أحد منا يمتلك المجال مفتوح للجميع، والرجل ما تنحسد، وحتى العليات إلى عاد عليات ما ينحسدوا، واللي براقبته براقبته، واللي عنده كلام زين يقولوا، واللي عنده ما يفيدنا به يفيدنا به. ولكن بغينا نخرجوا من هذا النقاش الضيق. نحن كمثقفين خاصنا نفتصلوا معه، ولا عاد نحن مثقفين نصدروا هذا النقاش، لماذا نلوم الآخر الذي يعني يعمق هذا النقاش؟ هذا هو اللي بغيت أنا اليوم. وأدرك جيدا على أن الجالسين معي كلهم يشاركوا معايا، لأننا نختلف في المشارب ولكن نتفق على مجموعة من الأمور، ونختلف على مجموعة من الأمور، وهذا شيء صحي ومزيان ومطلوب ومقبول في هذا الوقت، بل مطلوب في هذا الوقت. وأظن على أن الأسئلة التي ستطرح اليوم في هذا النقاش وفي هذه الطاولة أكثر من الأجوبة. أنا ماني اللي نطول عليكم ونقولها ونأكدها، أنني استسمح أني فتحت النقاش قدام هذه القامات، لأن كلها عنده ما يقول وعاشوا تجارب مختلفة أكثر مني. ولكن أنا نتمنى على أنه يكون فتح لهذا النقاش فتح مبين إن شاء الله، يطرح كعديد من الأسئلة ويجيب على العديد من القضايا الشائكة والمعلقة. أستسمح إن كنت قد أطلت، وأتمنى لهذا النقاش إن شاء الله أن يكون نقاشا جديا، وأكيد بإذن الله سيكون جديا. تحياتي لكم والسلام عليكم.